والله مع الأسف نوصل لهاي المرحلة. شاهدوا المقطع. اللي بالسيارة شفتوه راح تقولون عليه مخبر، بس هو مو مخبر. أبو السيارة عنده فاتحة، جيرانه قاعد عادي دق ورقص مسوي عرس. وين احترام الجار؟ وين تقدير الجار؟ وصلنا لهاي المرحلة، جيراننا ما نحترمه حتى إذا عنده ميت، حتى إذا عشيرته كلها ميتة ما نحترم. مع الأسف هاي احنا العراقيين هيك، هاي احنا أهل الغيرة. حق الجار عالجار. وين الحق الجار عالجار؟ بس كلام صاير عندنا، بس الجار ما يدري بجاره ياكل لو ما ياكل، ما يتجوع لو ما يتجوع. مع الأسف والله العظيم أرجع وأقول مع الأسف علينا احنا العراقيين. وين وصلنا ليا مرحلة قمنا نشوف أشياء عجائب، والله عجائب الدنيا.